عمرو بن الجموح. تعرفوا عمرو بن الجموح؟ تعرفوا ميسي؟ استغفر الله من ذكر اسمه على منبر النبي، لكن للحاجة وللضرورة حتى يصل المثال. تعرفوا اللاعبين اللي أخذوهم سعودية يلعبوا معاهم؟ نعرفهم، وبنعرف الرقم قديش دفعوا لهم، وبنعرف قديش عمره وش اسم مرته وقديش عمر أولاده. تعرفون عمرو بن الجموح؟ أبو معاذ بن عمرو، الرجل الأعرج الذي قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، ومعذور من الجهاد في سبيل الله، معذور. قال يا عمرو لقد عذرك الله، ليس على الأعرج حرج. قال يا رسول الله أولادي يمنعونني فأريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. شوف 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 هالهم العالي وين، وشوف إحنا وين. هممنا شو هممنا؟ لما تكتب على الفيس ردوا علي، لا تأتي يوم القيامة وقد كنت من الشاهدين على أشياء فارغة. شاهدين حيلنا. متى تكون هدف الأمة كرة القدم؟ عندما يكون للأمة سدادا لثغراتها المهمة والأساسية، لما تشبع الجيعانين وترفع من شأن العلم والعلماء. بعدين بنفطر بنقول بدنا نترفه، بنقول يلا افتحوا لهم مجال لكرة القدم. ماشي يا رسول الله أرجوك دعني. عمرو بن الجموح كان عنده صنم في البيت يصلي له، فيأتي معاذ ابنه مع صديقه معاذ بن جبل فيأخذونه ويرمونه في المزبلة، فيأتي عمرو بن الجموح ويأخذه ويغضب ثم يغسله ويطهره ثم يصلي له. حتى في المرة الثالثة قال أنت لست إلها، لم تدافع عن نفسك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. هذه الهمم، الهمم. رجب يذكرك بهمة الأمة لما كانوا يرجعون المقدسات. اقرأوا عن المعارك والغزوات. ليس الهدف أن نصف المعركة كم عدد الجنود وماذا فعلوا، لا، أذكرك فقط بعزة الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد عمرو لمعاذ دعوه. فقاتل عمرو بن الجموح، وبعد المعركة وجد شهيدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته في الجنة يطأ بعرجته ولكنها معافاة سليمة، وحصل على ما أراد رضي الله عنه وارضاه. أرجوكم يا شباب الأمة، أرجوكم يا آباء يا أمهات، أرجوكم تكون هممنا عالية في تربية الأمة. إحنا الجيل الصاعد اللي عمره 40 و35 وعنده أطفال. ربي أولادك صح، لا تعلموا على الفطبول والغناني والطرب والأعراس والرقص والتمايل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو يرعى الغنم شباب عرف أن هناك عرس بعيد فأراد أن يذهب إليه، فذهب، فالله عز وجل ضرب عليه النعاس في الطريق فنام حتى أشرقت الشمس، منعه، لأنه هذا ليس لنا. بدنا نكون أهل الجنة الذي كانوا يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قتلت اليوم فأين أنا؟ فكان الجواب واحد، الجنة. الجنة يا عباد الله، وبدها شغل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، بدها عمل وشغل. بدك الجنة اشتغل، اعمل، شد حيلك، كن مع الله، ستدخل الجنة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.